ما اخويا ما كنعرفوش الجزائر شنو هي انا كاع نهائيا. كذابش. الظروف اللي عايشين فيها دابا مع حنايا مع الجزائر هما اصلا حنا عقده اليوم من ايامات فاش دخل عليهم الحسن الثاني باقا عقده. هذيك ما تسرطاتش اليوم. علاش دخلنا لهم حتى الوران وهادي وكذا. عمر كان الناس استعمروا دين امهم تمايا. كيفاه؟ دخلنا لهم حتى الوران وهادي وكذا. عمر كان الناس استعمروا دين امهم تمايا. الصراحه تقال هذه هي الهضره اللي خصني نقول لك من الاخر. ما كرهناش شي حرب اخرى تعاود تنوض. غير واحد نصرف لك بزوج كبار بالك سمعت عينك نبلعهم لك نجبدهم حاقريننا وما فهمنا فيهم والو. واش حاقرين؟ الشعب المغربي كيتحقر اخويا. حنا راه ما كنتحقروش وما غنتسرطوش لهم. هي 100. شوف اصلا الجزائريين كنقول لكم من هذا المنبر الا كنتو خوتنا وحنا خوتكم الحكومه ديالكم راه زيرو. Le Maroc et la guerre au Mali. Le Maroc a soutenu l'intervention française dès le début. Le Maroc a même autorisé le survol de son territoire par l'aviation française. Est-ce que 6 semaines après cette intervention, le Maroc soutient toujours l'intervention française? Je vais vous dire, Sa Majesté m'a chargé de lire un texte devant les chefs des États islamiques. C'était pour saluer, entre autres, pour saluer l'action tranchée de la France. Et je dois le reconnaître, la France a eu le courage. Ça vous concerne aussi? Ça nous concerne d'abord. Ça nous concerne d'abord. Donc la réalité c'est ça. Mais quand on parle de notre partie géographique, vous avez l'Algérie qui refuse que le Maroc intervienne. C'est son ordre qui passe d'abord et avant tout. C'est comme ça. Son ordre qui passe d'abord et avant tout, c'est comme ça. كيعدي المغرب على المصالح ديالو. هو الهدف ديالو بعدا يزعزع الاستقرار على المغرب. روح سيدي كيما هولنا الله يهون ناسو. امين. الله يريب شاسو. امين. الله يقلب قنطاسو. امين. ان شاء الله يمرض النض الحق في راسو. امين. ربي يربطوا على الضنايا والزواج. امين. يا سيدي ان شاء الله وين نروح مقلوق عليه. وهما كيحسدونا بعدا لحقاش حنا احسن منهم اصلا. كيشوفوا عندنا جوج بحوره وكيشوفوا عندنا بزاف د الحوايج اللي لافونتاج اللي فايتينهم. يا خويا عندك حل في كره انت تقابل بها وانت ما فهمتكش. انت لو كان ما تنتكش من فمك مانيش عارف منين تنتك. انت عندك الزهر راك بعيد يا حل بومبيست كومبليكسيفا. هما كيبغيو يخلقوا لنا المشكل مع الاخوان الصحراويين ديالنا مع الصحراء ديالنا. السيستم هذا فيه إنا حقاش الهدف ديالهم هو انهم بعدا يدوزوا المحيط الاطلسي باش يكون عندهم الصيد البحري حتى هما في ديك الجهه ويكون عندهم مرسى تما وهذيك كيضربوا غير على المصالح ديالهم. هذا قاري العلوم السيكولوجيا والآداب والتاريخ ولا سمعته. الجزائر من بكري اعداء ديالنا كما كنقولوا الانسان نكر الخير. الجزائر ديما كنكروا الخير. زيد تعاودها والله العظيم علاش نصحوا ديما كنديروا معاهم مزيان وكنكروا الخير ويبقاو ديما اعدائنا. اسمع السي بركات حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك. شهدنا ما حبيتش تحشم. توجهوا ها خصنا بدك السب وانت كتلبس ها اللي يمشي يقلب اخوان كلين عمري. المغرب ديما كيبغي الناس الدول الخير وكيبغيها تزيد لقدام ولكن حنا ديما ضدنا وهما ما كيحملوناش. حنا النظام الجزائري هو اللي خلق لنا المشاكل يعني على الصعيد ديال المغرب العربي كله. شكون اللي معطل الحركه ديال سميتو المغرب العربي؟ المغرب العربي الحكام الجزائريين. لكن ما جيتش راجل كبير يقول الكلمه قد راسك. حنا كاع ما دايرينهم في بالنا وما معبرينهمش كانهم ما موجودينش اصلا. باش نمشي للبحر ولا ايطاليا ولا جهات اخرى لان قمرت على رجوله الجزائر. الجزائريين نعرفهم رجال واصحاب مبدا. كيف نقولوا احنا بلغتنا رجال الناس تفهم. انا الرجوليه قمرت عليهم نعرفهم رجال. والله فكرت خاطر فما شكون قال لي هو عندنا البحر وايطاليا وكذا. قلت له لا. وطلاين يبيعوا الواحد ويشريوه بلفتر.
ولكن باش تعرفهم قوم سوفاج مأدبينش. راكي تاكلي في روحك كذا وتصوتيش بيك راني عندك في الدار انا. حتى هما ما وصلوش داكشي حنا وصلنا ليه. وصلتوا للزيرو، ها اللي وصلتوا ليه انتم خداعين. حنا مغرب هما جزائر، واش عمرك شي حاكم مشلول غادي يدير ما ديرو حاكم حنايا كيضل كيخرج عندك في الشارع وكيهضر معاك ودير لك موفر لك؟ اكيد. صاحبكم قال لكم سيدي قال لكم سيدي ولاة وعمال وقياد لا صلحكم يرضى عليكم قال لكم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره بدون شك سترتفع في المستقبل وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة في 4 سنوات في 5 سنوات في 10 سنوات رجال أحرار يحررون المغرب بالشعب المغربي من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة. ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلابة، لأننا شعب حر، لأننا أسياد، وهذه ديمقراطيتنا. هما دابا كاين كيهضروا المغرب اهادي مشاو بعدا بدو داك الحاكم عندهم دير كرسي وقال لك باغي يحكم بلاد. هبطي صوتك راه قدامك رجاله، ما عندكش اب انت، ما رباوكش والديك، ما تعرفيش باللي واحد تهضري معاه مليح. انا في مقصب بيك انايا، هضري معايا بالعقل، جاب لي الخير انا اللي عندك انا. الله يسهل عليك يا وليدي، قولها تهضر مع الناس بالظرافه والملاحه. واش قريتي انت ولا ما قريتيش؟ خاطر انا والله العظيم نحكمك هذاك الشر اللهوذك فيه ونقلي كيما البوراك هذايا. هذه قارن المغرب فين وفين المغرب باش يهضروا على المغرب بزاف عليهم خاصهم تيشلفوا ما عادش يهضروا. باش نهارك تشد زوج صباط يعني هاد زوج صباط هذيك فينا صح؟ نحي لك الوابر وتشك لك صباطيه هكا داخل عينك.